السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إنه جواه حياة. أهلا بيكم، أخباركم إيه؟ وحشتوني. عارف أنا كمان وحشتكم، صح كده؟ النهاردة جايين نتكلم على تجربة لما اتعملت قلبت المجتمع العلمي، نتيجة ان هي تجربة من التجارب اللي بتقعد سنين علشان يعدوا لها. التجربة دي كانت قايمة على فكرة فهم النجاح، وهو النجاح قايم على ايه؟ ويا ترى احنا طريقة تعاملنا مع الواقع اللي احنا عايشينه بتأثر في مين بينجح ومين ما بينجحش؟ ويا ترى الموضوع بيبقى واضح بوادره من الطفل وهو صغير، ولا الموضوع بيحتاج ان الناس تكبر علشان نبدأ نكتشف هو مين اللي هينجح ومين اللي مش هينجح؟ دكتور والتر ميشيل. الدكتور هو دكتور في جامعة ستانفورد. هو دكتور في جامعة ستانفورد، معلش. في مجال علم النفس. الدكتور كان دايما شاغل باله تساؤلات كبيرة قوي. هو ليه الاشخاص الناجحين دول ناجحين، وليه الاشخاص اللي بيفشلوا في الحياة دول بيفشلوا؟ وكان دايما رابط الموضوع عنده دايما بحتة المتعة والسعادة، ودايما شايف ان المتعة حاجة والسعادة حاجة تانية، وشايف ان الفرق ما بين الاتنين دول هو اللي بيتسبب في النجاح وفي الفشل. ومن كتر ما هو كان مؤمن بالنظرية بتاعته دي، وان هو شايف ان الشخص الناجح هو شخص ملتزم تجاه الحاجتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، المتعة الفورية او السعادة الدايمة، فبدأ يعمل التجربة الشهيرة بتاعته، وهي تجربة المارشميلو. لو حد فيكم سمع عنها قبل كده اهلا بيك، لو ما سمعش عنها فانا هحكي عن التجربة دلوقتي باستفاضة كاملة. تجربة المارشميلو، جه دكتور والتر قام جايب 600 طفل. ال 600 طفل دول بالمعنى الأصح كانت أعمارهم ما بين 4 ل5 سنين، وبدأ يدخلهم في غرفة لوحدهم، من غير باباهم، من غير مامتهم، من غير أي حد معاهم خالص. وبعد ما يدخلهم في الأوضة لوحدهم، يقوم جايب لهم طبق عليه قطعة مارشميلو، حلوى، ويقول له من حقك ومن حريتك الكاملة دلوقتي انك تاكل القطعة بتاعت المارشميلو دي، لكن اذا انت قدرت تصبر لمدة 15 دقيقة هتاخد قطعتين مش قطعة واحدة. يعني انا هسيبك دلوقتي مع القطعة دي، عايز تاكلها براحتك هي بتاعتك. قدرت تصبر ربع ساعة هديك ايه؟ هديك قطعتين. تخيل انت كده يعني الاختبار اللي انت حطيت فيه طفل، ان انت حطه في اوضه قفلت عليه، يبقى هو قاعد لوحده مع قطعه حلوى من اللي هو بيحبها. هم كل الاطفال ال 600 طفل مختارينهم كلهم بيحبوا المارشميلو، وال 600 طفل قاعدين قصادهم طبق في قطعه حلوى، بتقول له من الاول ان هي متاحه ليك، عايز تاكلها يلا كل، عايز تستمتع بيها كلها، بس لو استنيت ربع ساعه هتاخد ايه؟ هتاخد قطعتين بدل ما هتاخد قطعه واحده. وبدات التجربه. أول 3 دقايق 200 طفل أكلوا قطعة المارشميلو، تلت التجربة طلع بره. تاني 5 دقايق 200 طفل تانيين أكلوا القطعة بتاعتهم وطلعوا بره. وبقية الوقت فضلوا ال200 اللي فاضلين مصرين ومكملين لحد ما خرجوا من التجربة وهم واخدين قطعتين المارشميلو. دكتور والتر ما كانش شاغل باله قوي اللي حصل دلوقتي، على قد ما هو كان بدأ يشغل باله فكرة أولية، وهو فكرة هو ليه الأطفال اللي أكلت قطعة المارشميلو أكلتها، وليه الأطفال اللي سابت قطعة المارشميلو سابتها. ولقى إن أغلب الأطفال إذا ما كانش كلهم اللي أكلوا قطعة المارشميلو هم جايين من بيئات فقيرة، واغلب الاطفال اللي قدروا ان هم يواظبوا ويكملوا هم اللي جايين من بيئات غنية، او اللي اهلهم كانوا جايين معاهم بشكل شخصي للتجربة. وقدر يكتشف ان الاطفال اللي كان عندهم عنصر الامان عالي قدروا يصبروا،
والأطفال اللي كان عنصر الأمان سواء كان مادي أو عائلي قليل ما قدروش إن هم يصبروا. وعلشان كده بدأ إن هو يشوف الأفعال بتاعتهم بقى. التجربة ما كانتش قايمة على الحتة اللي حصلت دي إن هم ياكلوا مارشميلو ولا ما ياكلوش مارشميلو. التجربة كلها كانت قايمة على حاجة مهمة جدا 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 جدا، إن التجربة دي استمرت لمدة 30 سنة. بدأ يتابع فيها قصة كل واحد من ال600 طفل اللي خضعوا للتجربة دي، وبدأ يكتشف ان ال200 شخص اللي ما خضعوش للإغراء الفوري بتاع قطعة المارشميلو الواحدة وصبروا لغاية ما أخدوا قطعتين مارشميلو، ان الأطفال دول كانوا أشطر علميا وكانوا أنجح ماديا وعمليا في الحياة العملية. وبدأ يلاحظ أن ال400 شخص اللي استسلموا للإشباع الفوري وأكلوا قطعة المارشميلو الأولى أغلبهم كان بيعاني شوية من السمنة، والنوع التاني بيعاني من الإدمان، والنوع التالت بيعاني شوية في التحصيل العلمي أو التحصيل المادي وعنده بعض المشاكل المادية وبعض المشاكل العلمية. وبدأ إن هو هنا يتكلم إن الإنسان يقدر يحقق النجاح إذا هو قدر إن هو يتخلى عن المتعة الفورية، وإن هو يبدأ يتمسك بالحقائق والأهداف والأحلام اللي هو حاططها واللي هو بيسميها ساعتها السعادة. دي تجربة المارشميلو. تجربة كانت يعني بالمعنى صح كانت ثورية جدا وقت ما اتعملت. هي باين في الغالب اتعملت في الستينات أو في السبعينات حاجة زي كده، فكانت تجربة ثورية جدا. التجربة ديت قلبت مفاهيم الناس في حاجات كتيرة قوي. تخيل كده لما انت تقول للناس ان بالمعنى الأصح جريك ورا شهواتك هو اللي بيعطل نجاحاتك. تخيل لما انت تيجي تقول لواحد ان انت اهتمامك بالحفلات والسهر والفسح والتنطيط والكلام ده كله هو فعليا اللي معطل نجاحك اللي جاي، وان تركيزك طول ما هو منصب على انك تشبع رغباتك ونزواتك الحالية هيتسبب في دمار مستقبلك اللي جاي، وان انت علشان تبني مستقبلك محتاج انك تضحي دلوقتي علشان تبني بكرة. بكرة اللي انت مستنيه هو ابن النهاردة اللي انت بتبنيه. لو اخدت الطوب بتاع النهاردة اللي انت المفروض تروح تبني بيه وقعدت تلعب بيه في الشارع، بكرة مش هتلاقي حاجة موجودة انت بنيتها. وعلشان كده هو بدأ يفرق، واحنا كلنا دلوقتي لازم بنبدأ نفرق ما بين المتعة وما بين السعادة. المتعة هي شيء لحظي بيحصل في لحظة كده، لكن السعادة هو شيء دائم. المتعة دايما قايم على حاجات حسية، حاجات مادية ملموسة، لكن السعادة قايمة على حاجات روحانية موجودة جوانا أصلا. وبالتالي فالمتعة قايمة على حاجات بره، لكن السعادة قايمة على حاجات جوه. المتعة بتزول بزوال المحفز، لكن السعادة دايمة لأن هي ملهاش محفز. دايما المتعة بتقودك لإفراز بعض الهرمونات داخل في دماغك وجسمك، فبالتالي بتميل إلى الإدمان على المتعة دي. لكن السعادة مفيش فيها إدمان، نتيجة إن هي مش نتيجة هرمونية، هي نتيجة روحانية. وبالتالي إذا كنت أنت بتدور على النجاح فعليك إنك تتخلى عن المتعة الفورية وعن شهواتك. إذا كنت أنت بتفكر في السعادة عليك إنك تتخلى عن المتعة الفورية وعن شهواتك. مين اللي بيقول كده؟ ربنا بيقول كده. ربنا قال لنا كده. ربنا جاب لنا الحل دوت من زمان جدا، من 1400 سنة، واحنا اهملناه. لما يجي يقول لك روح صوم، اصوم ليه؟ انت بتصوم دلوقتي بيعملوا حاجات جديدة اسمها صوم الدوبامين. صوم الدوبامين بالمعنى الأصح انك بتصوم عن الحاجات المحفزات اللي بتفرز هرمون الدوبامين اللي هي المتعة الفورية زي الأكل والجنس والحاجات دي كلها، يوقفها لمدة 24 ساعة ويقولك ده اسمه صوم الدوبامين. هو ربنا مديها لنا في كتابه العزيز صوم. احنا بنصوم عادي، بنصوم من الفجر للمغرب، بتصوم عن المباحات. بالمعنى الأصح انت بتدرب حواسك وعقلك ونفسك وروحك على ان هي توقف المتع الفورية علشان تقدر تحقق النجاحات والحاجات الكبيرة اللي انت نفسك
تحققها. كان دكتور وولتر كل ما يجوا يتريقوا عليه يقولوا له ايه؟ يقولوا له هم اكلوا، الاطفال اللي اكلت قطعة المارشميلو هي اكلتها علشان هم فقراء. فهو كان يرد عليهم: ركز في اللي هيقوله دلوقتي، هم كانوا بيقولوا له هم اكلوا علشان هم فقراء. هو رد عليهم قال ايه؟ قال لهم لا، هم فقراء علشان هم اكلوا. مش نفس الجملة. هم قالوا له هم اكلوا عشان هم فقراء، هو قال لهم لا، هم فقراء علشان هم اكلوا. هو شايف ان الفقر اللي هم فيه هم واهلهم هو نتيجة استجابتهم للمحفزات الحالية، نتيجة استجابتهم للمتع الفورية واللحظية اللي موجودة في حياتهم دلوقتي. وهو دوت اللي بيتسبب دايما في ان هم يخسروا الفرص ويخسروا النجاح اللي هم يقدروا يحققوه اذا قدروا يكون عندهم التزام وقدرة على السيطرة على شهواتهم. اغلب البشر، يعني بعيدا بقى عن تجربة دكتور وولتر، اغلب البشر لو انت ماشي في الحياة هتكتشف ان الناس عامة ما عندهاش القدرة على الاستعداد ان هي تتخلى عن شهواتها ومتاعها الفورية. اغلب البشر يقولك موتني النهاردة وحيني بكرة. اغلب البشر يقولك ايه؟ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. اغلب البشر بيحبوا ان هم يتعاملوا بفكرة يلا نلحق اصل انت مش ضامن بكرة. طيب ما هو دوت بيعمل ايه؟ بيعمل مصايب. يعني ايه بيعمل مصايب؟ بيعمل مصايب بمعنى الكلمة. بيعمل مصايب ان اكتر من 95% من العالم هم بالمعنى صح متوسطي دخل. ده اذا احنا اصلا يعني قلنا كلمة متوسطي دخل، لان ممكن تتكلم في ان 95% اللي احنا قلناهم منهم 60% تحت مستوى المتوسط ده، ونقدر نتكلم فيه 30% تحت خط الفقر. ليه الناس دي كلها عايشة في الواقع الوحش دوت؟ لا، اصل هو ربنا هو اللي وزع الارزاق يا حبيبي. ربنا ما وزعش الارزاق بان هو يخلي اغلب العالم في الفقر. احنا اللي اخترنا ان احنا نعمل كده في نفسنا، نتيجة ان احنا ما بنحاولش نفهم اي حاجة عن ربنا، ما بنحاولش نفهم اي حاجة عن قوانينه، ما بنحاولش نفهم اي حاجة هو ليه بيقول لنا الكلام ده كله. هو ليه قايل لنا في صيام؟ علشان الصيام ده هيعمل ايه؟ علشان هيأثر في ايه؟ علشان هيفتح ايه؟ علشان هيوصل لايه؟ احنا ما بنحاولش نفهم الحكمة اللي ورا الاحداث، ما بنحاولش نفهم الحكمة اللي ورا كلام الاله، علشان ناخد الامور ببساطة، متخيلين ان الدين حاجة حفظ وحاجة طقوسية ويلا بينا. الدين عمره ما كان كده. الدين هو حاجة ربنا بيبعتها لك علشان تفهمك السيستم اللي ماشية بيه الدنيا دي، وعشان يفهمك نفسك. لما تكتشف نفسك هتكتشف ربك. من غير ما تكتشف نفسك انت ما تعرفش اي حاجة عن الاله اللي خلقك. انت كل اللي انت تعرفه عنه كلام اتقالك وانت مصدق فيه. مش انت بس، ده كل واحد من كل دين مصدق في الكلام اللي اتقاله. واذا انت ما وصلتش لحقيقتك انت عمرك ما هتوصل للحقيقة اللي الاله وضعها جواك. هو عايزك تمشي الرحلة، وعشان تمشي الرحلة لازم تكتشف قدراتك، وعشان تكتشف قدراتك لازم تعرف ان انت لازم تربي عضلاتك الداخلية في ان انت تبقى اقوى من شهواتك، انك تسيطر على رغباتك. ولازم تبقى عارف ان كل رغبة هتستعجل في انك تدوقها وتستعجل في انك تجربها دلوقتي هتخسرك حاجة في المستقبل. يا عم حين النهاردة وموتني بكرة، والله هتموت كده كده سواء النهاردة او بكرة، ومش هتطول اي حاجة من الحاجات اللي المفروض انت تحققها في الحياة. خلي حياتك قايمة على الواي، ان يبقى عندك سبب، ان يبقى عندك فيجن للمستقبل، ان انت يبقى عندك رؤية انت رايح عليها. وخلي رؤيتك ديت هي تبقى القوة المحفزة ليك انك تقدر تواجه شهواتك ورغباتك، لان الموضوع مش سهل. اوعى تتخيل ان قدرتك على التغلب على شهواتك ورغباتك دي حاجة سهلة جدا وانا بعملها كل يوم. والله لو كانت سهلة ما كانش الدين نزل يقولك تعمل ايه، ما كانش علم النفس يقولك تعمل ايه، ما كانتش التجارب. راجل قعد صرف 30 سنة من حياته عشان يعمل لك التجربة دي، عشان يجي يقولك ان المتعة الفورية مش هتأكلك عيش. المتعة الفورية هتتسبب في دمار حياتك. المتعة الفورية هتتسبب في متعة لحظية وهتيجي بعد كده باكتئاب وإدمان. وبالتالي لو انت عايز تحقق أحلامك وأهدافك عليك انك تتغلب على متعك حلوة. متعة دي لازم تتغلب على متعك اللحظية
والفورية لازم تبقى أقوى من شهواتك ورغباتك. أتمنى يا رب تكون الحلقة ديت وصلت لكم أنا عايز أقول إيه. إن دايما إحنا بنتكلم إن هو ربنا بيبعت لنا حكمة، إحنا بنختار إننا نتناسى ونتجاهل الحكمة دي، فبنتعامل على إن هو الرزق مكتوب والقدر مكتوب، ربنا حاكم كل شيء وهو اللي بيعمل لنا وإحنا ما بنعملش أي حاجة. لا يا حبيبي، أنت بتعمل كل حاجة وبتلزقها لربنا نتيجة إنك ما بتحاولش تفهم ربنا. اعرفوا الدنيا، اعرفوا الإله، اعرفوا نفسكم، ساعتها هتكتشفوا ان في وفرة وجمال ورزق موجودين في كل حاجة موجودة في الدنيا. تغلب على المتع. اوعى تسيب حد يضحك عليك ويقول لك ايه انا جاي استمتع بالدنيا. الله يخليك، اهرب من الكلام الفاشل ده. الدنيا مش جاي عشان تستمتع فيها. السعادة حلوة، حلوة، بس اللي احلى منها السلام. وعشان توصل للسعادة او للسلام لازم تتغلب على المتع، لان المتع هتأسرك، السعادة والسلام هيحررك. دمتم بخير وبحرية ومتغلبين على شهواتكم، ومتغلبين على رغباتكم، ومتغلبين على المتع الفورية والناس اللي بتدعوكوا للاستمتاع، ودايما ناجحين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. السلام عليكم.